السلام عليكم أحبائنا المتابعين وين ما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بالجميع وخاصة انتم اللي دخلتوا على قناتي لأول مرة. إن شاء الله تستفادوا ويدوم التواصل بيناتنا. اليوم بإذن الله راح ندير لكم خبز راح يعجبكم بزاف. خبز الكوشة المعروف عند كتير من الناس بخبز الدار، راح يجيكم خفيف وما يتشبعش. خليكم معايا حتى الأخير، هكذا راح تكتشفوا طريقتي في التحضير ونقول لكم متابعة مفيدة. قبل ما نبداو صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا 500 غرام تاع سميد رطب من النوعية الجيدة، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى، مغرفة صغيرة تاع الملح. نخلطوا جميع النواشف باش هكذا نكملوا المكونات اللي بقاو. ودوك نضيفوا 4 مغارف كبار تاع الزيت. بالنسبة للبيض راح نحتاجوا في الخبز تاعنا الى 2 بيضات. راح نفهمكم كيفاه. هاد 2 بيضات ناخدوا منهم 1 صفار نحتفظوا به للتزيين في الاخير، اما الباقي نضربوه مليح ونضيفوه على باقي المكونات. بلا ما ننساو مبشور الليمون اللي راح ينحي لنا ريحه البيض ويعطينا نكهه طيبه للخبز تاعنا. نجيبوا ماء دافي ونبداو نحرحروا العجينه تاعنا. بعد ما طميناها لازم تحصلوا على عجينه شاده روحها، ودوك نبداو ندلكو فيها. نجيبوا ماء دافي ونضيفوه بالتدريج وندلكوها مدة 20 دقيقة حتى تولي تترتق كيما عجينة الخفاف. وإذا كان بيتخا متوفر راح يكون أفضل. قد ما تكون العجينة طرية راح يجي الخبز تاعنا خفيف. وبعد ما نكملوا نجيبوا سنيوة اللي كنا دهناها من قبل بمارغارين ونحطوا فيها العجينة باش تخمر. كيما راكو تشوفوا هاي ليك سنيوة تاعي، القياس تاعها 30 على 25. لازم يكون جنابها عاليين باش الخبز تاعنا يلقى كيفاش يخمر ويجي طالع مليح. نشمخ يدي بما دافي ونبسط العجينة تاعي، نسقمها مليح هكذا ما تكونش جهة طالعة وجهة هابطة، ونرسموا عليها أشكال أو خطوط كيما تحبوا. ندهنوها بصفار البيض اللي كنا احتفظنا به من قبل. نزيدوا له مغرفة حليب وقرصة سكر اللي راح يعطيه تحميرة شابة. نصيحة لكم لازم تدهنوا الخبز تاعكم دايما قبل ما يخمر باش هكذا ما يخسر لكمش، وما تدهنوش حتى للحواف باش البيض ما يتحرقش. وبالنسبة للتزيين أنا نرش الخبز تاعي بالسنوج والججلان، وانتم ديروا حسب أذواقكم. نغطيو الخبز تاعنا بسنيوة، نزيدو فوقو طرشونة ونحطوه في مكان دافئ. غير تشوفوا الخبز تاعكم بدا يتنفخ روحوا مباشرة شعلوا الكوشة من تحت على درجة 180، وبلا ما تستناو دقيقة دخلوا سنيوة في الوسط وغلقوا عليه، على خاطر ما بيد الفور يسخن الخبز يكمل يخمر لداخل، راح يتضاعف في الحجم ويجي بزاف خفيف. هذه فكرة ممتازة حبيت نشاركها معكم، وهي سر من أسرار نجاح الوصفة. وكي تشوفوا الخبز تاعكم طاب من تحت شعلوا النار من الفوق هكذا باش يتحمر. وفي الأخير هاوليك الخبز تاعنا بعد ما طاب وخدا اللون الذهبي. نقطعوه بعد ما يبرد ويشد روحه. شوفوا كيفاش جا طالع بقوام إسفنجي ما شاء الله. فرحوا به روحكم وعائلتكم. تقدروا تقدموه في قهوة صباح ولا العشية مع المعجون، راح يزيد له روعة في البنة. شبحوا به الطابلة تاعكم ورافقوا به أطباقكم اللي تستاهل. وما تنساوش ديروه الرفيق الدائم بامتياز للشربة تاعكم في المناسبات والعرضات، وخاصة في شهر رمضان الكريم. والآن ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم إلى أن نلتقي مع وصفة جديدة. سلام.